السلام عليكم، عاملين ايه؟ صح ان الجهاز اللي معانا النهارده جهاز استيراد، وصح ان انا مبنصحش اصلا باجهزة الاستيراد الا لو كانت ميزانيتك محدودة. بس الجهاز اللي معانا النهارده حرفيا بيقدم قيمة مقابل اداء، عشان كده حطيته في قائمة التجميعات معانا. الجهاز اللي معانا هو ال HP 705 G4. خلينا نشوف اداء الجهاز الجبار ده وشوية معلومات عنه. يلا بينا. طيب، الجهاز بيجي معانا بمعالج الرايزن 3 برو 2200 جي بسرعة 3.5 جيجا هرتز. بيجي بكارت شاشة داخلي الفيجا 8 الواحد جيجا فعلي. بيجي معاه رامات 16 حبتين رام، كل واحدة فيهم 8 جيجا بسرعة 3200 ميجا هرتز. بيجي ب NVMe 256 جيجا، وبيجي بهارد ميكانيكي HDD 500 جيجا، وباور سبلاي 180 واط فعلي 18 بلس بلوتونيوم. على الورق امكانيات متواضعه، بس لما تيجي تجرب الجهاز فعلا امكانيات جباره يا جماعه، مقابل القيمه السعريه اللي هي 3500 جنيه مصري. وطبعا دوروا في سوق المستعمل هتلاقوا اجهزه كتيره كويسه. ومقارنه سريعه عن التيرا فلوبس او وحده قياس قوه كارت الشاشه في الاجهزه. البلاي ستيشن 3 مثلا بيجي ب 2 من 10 تيرا فلوبس، اما الجهاز اللي معانا ال HP 705 G4 بيجي ب1.1 تيرا فلوبس، اما البلاي ستيشن 4 بيجي ب1.8 تيرا فلوبس. طيب، هو كده الجهاز اللي معانا اداؤه يعني غلب البلاي ستيشن 3 بمراحل كبيرة، مع العلم ان البلاي ستيشن 3 اصلا بيتباع من 2800 ل 3000 ونص جنيه مصري، يعني سعره قريب من سعر الجهاز، بس الجهاز عدى بمراحل يعني. والبلاي ستيشن 4 ال1.8 تيرا فلوبس، الفرق يعتبر بعيد شوية ما بينهم، 1.8 تيرا فلوبس قصاد 1.1 تيرا فلوبس. بس انت عندك الجهاز دوت 3500 جنيه، وعندك البلاي ستيشن 4 من 7000 تقريبا ل 8000 ونص استعمال، فقيمة مقابل أداء. المهم، خلينا نشوف المداخل اللي موجودة معانا في الجهاز. عندنا 4 USB 3، وعندنا تايب سي، وهنا كابل الجاك بتاع السماعة، زرار الباور، وهنا CD روم. أما عن الجهاز، عندنا هنا كابل الباور سبلاي، عندنا هنا 4 مداخل USB 3، وكابل اللان بتاع الانترنت، والمدخل الفيجا، ومدخلين ديسبلاي بورت، مدخل سماعة ومدخل مايك. ميديفل دايناستي 720 بي لو سيتنج. اعلى فريمات خدناها يا جماعة هي 33 فريم، ومفيش اي ديلي باللعبة خالص. اللعبة شغالة معايا سلسة كتير زي ما انتوا شايفين، مفيش اي ديلي بالحركة، هو عمالين نجري وننط والدنيا تمام يعني. اي فوتبول 2025 على لو سيتنج. اعلى فريمات اخدناها يا جماعه هي 47 فريم. وطبعا اللعبه ديت بقى حرفيا انا بعشق اصلا الكوره، اتبسطت جدا ان هي شغاله بطريقه سلسه جدا ومفيش اي ديلي نهائيا. اللعبه زي ما انتم شايفين، بص حتى في الكاميرا قريبه مفيش اي دروب فريم. ايغو تراك سيميليتور 2 على 720 بي على ميديوم. اعلى فريمات خدناها هي 60 فريم، وتقريبا الفريمات ثابته عند 60، بتقل شويه لغايه 55. اللعبه الجرافيك فيها كويس جدا والتحكم فيها سلس، برضو مفيش ديلي خالص في اللعبه زي ما انتم شايفين، ويعني هي لعبه جميله الصراحه. وبس يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. متنسوش الجيمنج لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات اللي جايه. سلام.